السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لطفى من قناة شيبات لطيفة الوجدية. وصفة اليوم كيكة أو فطيرة في المقلاة. معي إن شاء الله الفيديو إلى الآخر باش إن شاء الله تعرفوا المكونات وطريقة الإعداد وفرجة ممتعة. بركة الله. بالنسبة للمكونات كنحتاج نصف كأس زيت، بيضة واحدة، نصف كأس حليب، نفس الكأس نعبر به كأس دقيق أبيض، عندي ملعقة صغيرة من النشا أو مايزينا، كلكم تعوضوها بملعقة صغيرة من الخل، خميرة الحلوى 8 غرام، السكر كيبقى حسب الذوق، ملعقة صغيرة من المبشور الحامض أو الليمون. بالنسبة للحشو اللي غادي نديرو في وسط الكيكة نحتاجو الكوك، كمية من الكوك أو نواة كوكو، ملعقة كبيرة من الكاكاو، وكمية من المربى كلكم تعوضوه بالعسل. ونحتاجو ورق طبخ في هذه الوصفة باش يعني ما تلتصقناش كيكة، نتفاداو انها تلتصق، وثاني حاجه نخدمو فيها الحشو ديالنا. اول مرحله غادي نخدمو هاد الحشو ديال الكوك، يمكن لكم تعوضوه باي حاجه بغيتو، مكسرات، فواكه جافه، قطع شوكولات. كما شفتوا خلطت الكوك مع الكاكاو، وغادي نضيف كمية من العسل او عفوا المربى حتى كيتجمع لي، كنحصل على واحد العجينه اللي معلكه. غادي ناخذ واحد الطبسيل يكون الحجم ديالو صغير على المقله، ونحاول نشكل واحد على شكل كما نقولوا شكل دائري، واحد القطعه من الكوك والكاكاو والكونفيتير. نمرر الكيكه، نوضع في اناء المبشور الحامض، نضيف عليها بيضه واحده، وغادي نضيف عليها كميه من السكر. دائما السكر غادي يبقى حسب الذوق، من الحلاوه اللي بغيتوها تكثروا او تقلوا. انا ضفت تقريبا 4 المعالق صغار من السكر سنيده، غنطربهم مزيان. من الاحسن يكون الطراب الكهربائي كيساعد. غنضيف المكونات كلها بالتدريج، زيت، كأس نصف كأس الحليب، ملعقة مايزينا أو نشا، والدقيق مع الخميرة ديال الحلوى. حتى كنحصل على هذا القوام ديال الكيكة ديالنا. كما شفتوا المقلاة ما كنشعلوش النار في الاول، كنقادو ديك الورق الطبخ ونضيف واحد الكميه من العجين او من الكيكه ديالنا بهذا الشكل هكا. وغادي نضيفوه في الوسط الحشو ديال الكوك اللي تحذف لي المقطع، يعني كحسب لي كنصور، ولكن في الاخير اكتشفت انه ما كيصورش، ولكن الطريقه راها سهله. فقط تستعينوا بورق الطبخ اللي هو غادي يعاونكم انكم تقلبوا بهذا الشكل هكا وتوضعوه في وسط الكيكه. غنضيف باقي الخليط فوق من الحشو حتى كنغطيه مزيان. كما ذكرت يعني مازال مشعلنا النار على الكيكه ديالنا. يعني حتى كنقادوها مزيان، عاد كنشعلوها وكتكون بطبيعه الحال النار مهيله باش تطبنا الكيكه من الوسط وما تكونش معجنه. يعني ما غرضناش غير اللون، يعني ضروري خصها تكون واخده وقت كافي ديال الطياب. غنشعل النار مهيله، وبطبيعه الحال غادي نضع فوق من واحد النقطه
اللي غادي كل مره كنمسحها فوق ما كتندالي باش القطرات ما ينزلوش على الكيك ويرطبوه. باش كنتاكد انها صافي طيبه كنقلبها بهذا الشكل ونخليها تكمل الطياب ديالها في الوجه الاخر. دائما النار كتكون مهيله ودائما كنمسحوا المغطى. صافي هي الكيكه كما شفتوا واجده وباقي سخونه، يعني من الاحسن ما تزربوش عليها، خلوها حتى كتبرد شي شويه حتى انا يعني كانت قلبها كتفتت ليا. غادي ندهن الوجه ديالها والجوانب كلهم بشويه ديال العسل. يمكن لكم ديروا المربى، يعني دائما التزيين غادي يبقى لكم حسب الاختيار. وخليت كميه من الكوك والكاكاو غادي نحاول نديرهم في الجوانب تاع الكيكه، وفي الوسط ندير رقائق اللوز. هذه هي الكيكه ديالنا وجدت، وغادي نوريكم الشكل في الوسط كي غيكون. كما شفتوا غادي نوريكم في الوسط. يعني كتكون طايبه، يعني اهم حاجه انكم تخليوها تطيب على نار مهيله باش تاخذ وقتها الكافي ديال الطياب. يعني صراحه ما كتاخذش وقت كتير، ولكن خصو يطيب على نار مهيله باش انها ما تجيش معجنه من الداخل وتجي طايبه مزيان. الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو. هذه الكيكه ديالنا كما شفتوا كتجي هشيشه بزاف. سعيت انني نقطع لكم باش نبين لكم انها يعني هشيشه بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بجديد القناه، واللي مازال مشترك انضم لينا بالضغط على زر الاشتراك. والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.